يا صباح الخير عليكم او مساء الخير حسب ما بتشوفوا الفيديو. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. اهلا وسهلا بكل اخواتي اللي انضموا للقناه جديد. نورتوا القناه ونورتوني، وان شاء الله القناه تعجبكم. انا مامة عمر. بعمل ساعات فلوجات، روتينات، بنقعد ندردش مع بعض. ان شاء الله القناه تعجبكم. يلا نفطر النهارده مع بعض، واحضر الفطار وهحضر الغدا معاكم. وده الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله يا رب يعجبكم. ومش عايزه اقول لكم بقى، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل زيكم يديني دافع ان اكمل. في اول الفيديو بس كده ليا يعني، احنا اخوات، فليا عتاب صغير عليكم. احنا ما بنشوفش الفيديو لحد الاخر، ولا حتى لحد اول 5 دقايق منه، او حتى اول 4 دقايق منه. كل ده بيظهر لي انا في القناه من جوه. المشاهده بتبقى دقيقه، ونخرج نكتب الكومنت الله تسلم ايدك، يعني بناخد فكره الفيديو ونكتب الكومنت. لا، انا كده ما بستفادش اصلا بالمشاهده. بعد اذنكم المشاهده ما تقلش عن 3 دقايق او 4 دقايق. شكرا جدا ليكم. تعالوا بقى افطروا معايا، ده كده فطار بسيط. تعالوا والله افطروا معاكم. عايزه اقول لكم بقى مج الشاي بحليب دون حاجه كده تحفه تحفه تحفه، يعني بحبها جدا الشاي بحليب ده. عشق العشق. حاضر يا عمر لحظه. وسندوتشات. لا، رنا جوه. وسندوتشات بطاطس وسندوتشات طعم فول من المطعم. هنروح افطر ونكمل بقية اليوم معاكم. هننزل السوق اجيب مشتريات، احضر الغدا. هشوف بقية الفيديو يمشي معاكم. يلا تعالوا افطروا معايا. انا هنا بقى معايا جايبه 2 كيلو بانيه، مخليه الراجل حامل لي كل نص في طبق زي ما انتم شايفين كده. وجبت كيلو كبد وقوانص. جايبه كمان فرختين. طماطم. طبعا مش هنتكلم عن الاسعار، خلاص احنا المفروض اساسا ما نتكلمش فيها تاني. ربنا يتولانا بقى بالاسعار دي، وتكون احنا اساسا خدنا عليها اصلا. انا دلوقتي هنعمل النهارده الكبد والقوانص. وجايبه هنا كمان فرختين، وجايبه خيار، طماطم، بطاطس. هنا بقى جايبه الخضار، طبعا المجفف ده ساعات بيساعدني، انتوا اللي متابعني عارف، بسله وباميه. وهنا بقى الست الفلاحه عايزه اقول لكم جايبه لي فطيره سكر. عايزه اقول لكم والله العظيم انا طبعا لسه ما دقتهاش، بس انا متعوده عليها، بتجيب لي على طول منها. بصوا، ايوه طعمها جميل. جايبه لي كمان كرتونه بيض بلدي، مش عارفه دول 60 كرتونه ولا اكتر، 60 بيضه ولا اكتر. وجايبه لي بقى، بصوا ما شاء الله تبارك الله. بصوا، عايزه اقول لكم ان الست الفلاحه دي اصلا بتعدي على جوزي في الشغل، وتجيب له الحاجات دي، تجيب له الفطير دون، وتجيب له البيض. طبعا هو بيتصل بيها كل ما احنا نحتاج. مش عارفه الصراحه، ما سالتوش في التليفون ده قد ايه، بس بصوا ما شاء الله جايبه بيض كتير. البيض ده بلدي، بصوا البيض ده بلدي ما شاء الله تبارك الله. اروح بقى ادخل الحاجه دي التلاجة. هنطلع بس طبق الكبد والقوانص دون، ممكن اعمله النهارده على الغدا، وادخل بقى بقيه المشتريات دي، واجي اكمل معاكم، لان باقي الحاجه انا حطاها في الارض. معايا هنا دلوقتي القوانص، الكبد والقوانص. الكبد طبعا اتقطعت حتت صغيره زي ما انتم شايفين، والقوانص كمان. معايا البصل متقطع حتت صغيره. معايا ملح وفلفل اسود وتوابل فراخ. ومعايا الفلفل ده هضيفه. يلا نبدأ مع بعض. معايا هنا سمنة هضيف عليها البصل، يتشوح كده تشويحة بسيطة. ده في الأرض. ماشي يا عمر، اخرج انت بعيد عن البوتاجاز. البصلايه هنا كده خلاص اتشوحت كويس. هضيف القوانص الاول. التوابل، خلاص القوانص بتاعتي خدت تشويحه كتير مع البصل. هضيف الكبده خلاص، بس وهسيبهم بقى يكملوا تسويتهم مع بعض. اعملي له اكل. ماشي يا عمر، حاضر.
هنا هضيف قرن فلفل حامي، هحط واحد بس عشان ما تبقاش حريقه. اقول لكم ان انا ما حطيتش الفلفل كله، استكفيت عشان ما يبقاش حراق خالص، عشان جوزي ما بيحبش الحراق. هنا بقى عملت اهي فلفلت حبه رز ابيض كده يستاهل بقكم. وهنا الكبد والقوانص سهيا هتاخد لها غلوه او غلوتين واطفي عليها، انتوا عارفين ما بتاخدش سوا. ده كده بتاعي جاهز. عايزه اقول لكم بقى شويه رز مفلفلين ابيض وحبه كبد وقوانص يستاهلوا بقكم، وسلطه خضراء. وبألف هنا وشفا لكل اللي هيتغدى وكل اللي هيجرب الطريقه. هي مش طريقه، دي حاجه سهله جدا. ونروح نتغدى ونشوف هنعمل ايه. وبعد الغدا بقى نقدم فاكهة كده، هقدم تفاح وموز وجوافة. وكده الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وكومنتي زيكم جميل يديني دفع ان اكمل. باي باي، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.